عارف يا صديقي افضل حاجه اثرت في مذاكرتي في كليه الطب من اول ترم؟ لما دخلت الكليه فضلت مشتت كتير، مش فاهم ايه اللي بيحصل، ومره واحده لقيتهم بيخلصوا كتب كتاب في الثاني في الثالث وانا مش فاهم احنا فين. فبدات افكر انا ازاي هقدر اواجه الموضوع ده، الامتحانات خلاص قربت وانا مش فاهم، هم خلصوا كميه كبيره جدا انا مش ملاحقهم ومش عارف اذاكر. طريقه المذاكره مختلفه جدا عن ثانويه عامه وانا ما حدش عرفني ده، انا محتاج حد يعلمني اعمل ايه واتعلم ازاي او اذاكر ازاي. فبدات افهم المنهج ممكن تذاكره ازاي واعمل كذا حاجه كده ساعدتني جدا واظن ان هي ممكن تساعدك. اولا ان انا بدات اصحى بدري، اصحى بدري جدا، بصحى من الفجر او بعد الفجر بحاجه بسيطه وابدا المذاكره من بدري. مذاكره الطب بالذات محتاجه وقت كتير جدا ومجهود كبير، فانت لو صحيت متاخر بتحس ان اليوم بيجري منك كده. انت صحيت الظهر الساعه 12 بتبص تلاقي الساعه 7 8 وخلاص واليوم بيجري منك ومش لاحق تعمل حاجه. لكن لما تصحى الصبح بدري بيبقى في وقت وجاب كبيره جدا في الاول تقدر تذاكر فيها اكتر قدر متاح. تاني حاجه ان انا اذاكر في كميه محدده من الوقت وما اديش للمذاكره اليوم كله. تقول لي ازاي انت هتدي له كميه اقل وتذاكر حاجه اكتر؟ هقول لك بحاجه بسيطه جدا، الوقت بيتمدد عشان ياخد الكميه اللي انت تقدر تذاكرها. يعني انت مثلا بمثال بسيط، لو انت قلت هذاكر الدرس ده في ساعتين فانت هتقدر تذاكره في الساعتين ان شاء الله. لكن لو انت قلت ان انت هذاكر نفس الدرس ده في خلال اليوم كله فانت هتفضل الصبح طول ما بعد الظهر هبقى اذاكره، وانت عارف ان هو هياخد ساعتين، بعد العصر هبقى اذاكره، فتفضل تسوف طول اليوم وتيجي في اخر اليوم تلاقي نفسك يا اما ذاكرت دول بس اللي هم الساعتين يا اما ما ذاكرتش اصلا. لكن انت لما تبقى محدد من اول اليوم انا بعد الظهر مش هذاكر، انا هذاكر من الساعه 6 لحد الظهر مش هذاكر تاني، فتلاقي عقلك عارف ان انت في ليميت للوقت فيبدا يذاكر كويس وتلاقي نفسك انجزت في الست ساعات دول اللي لو قعدت طول اليوم ما كنتش هتنجزهم اصلا. النقطه الثالثه اللي انا اعتمدت عليها ان انا اذاكر المعلومه اول مره بسرعه، مش لازم اركز فيها قوي واقعد افحص فيها واقول بقى هذاكرها كويس، لا كده كده هتتنسي عشان الكميات كبيره جدا. فانت ذاكرها بسرعه ومش لازم تركز فيها قوي، حاول تفهمها بس اول مره واعتمد انك تخلص المنهج بسرعه وتراجعها كذا مره، او ان انت مثلا انجز بسرعه عشان توفر وقت وتيجي اخر كل اسبوع تراجع على كل اللي خدته في الاسبوع تاني، او كل ما تاخد محاضره جديده تقرا المحاضره اللي قبلها بس. ودي تقنيه اللي هي سبيسد ريبيتيشن، ان انت كل فتره تراجع على اللي خدته. والنيمونكس بقى سحر في الفاينل خصوصا، انت عندك سؤال اجابته صفحه مثلا مش هتعرف تجيبه في الامتحان وتكتبه كامل صحيح الا بالنيمونكس. وفي النهايه يا صديقي ابعت الفيديو ده لصديقك اللي مزنوق في طب وقول له خد هديه اهي، سيب اثر طيب وتعلم تفيد الناس.